كل واحد بعربية بأكتر من 10 مليون جنيه، ونمر عربياتهم مميزة وبأسمائهم كمان، وده جزء بسيط من الثروة الهائلة اللي عندهم، وبينافسوا محمد رمضان. فيديو مثير للجدل ظهر فيه الثلاثي غيلان المهرجانات في مصر، عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا. فيا ترى ايه حجم ثروتهم وايه حكاية أساطيل العربيات اللي عندهم وبلوحات مميزة بأسمائهم؟ التفاصيل مفاجأة. عمر كمال نشر فيديو على حسابه على انستجرام مع عربيته اللي حصل عليها جدل من فترة، واتقال انه اتجوز سارية إماراتية وإنها السبب في التغيير المفاجئ في حياته، وجابت له عربية ب10 مليون جنيه وخد الإقامة الذهبية. والغريب إن عمر هو اللي نشر صورته إنه حصل على الإقامة الذهبية، وكانت الفرحة مش سايعاه. ومن بعده حسن شاكوش من شهر تقريبا، أما حمو بيكا فهو لسه. عمر كمال من فترة كده نشر صورة ليه مع عربيته المرسيدس الجي كلاس اللي سعرها أكتر من 10 مليون جنيه، وقال أما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله أخيرا جت. الغريب فيها إنها مش مجرد عربية غالية، لا رقمها 1 وبنفس حروف عمر. واتضح إن مش عمر كمال بس اللي معاه عربية بالسعر ده، ولا إن لوحة العربية بنمرة مميزة وبأسمائها كمان. الكل اتصدم لما عمر نشر الفيديو لأغنيتهم الجديدة أنا في البلد عظمة، وظهر حسن شاكوش واقف جنب عربيته البي ام واللي لوحتها باسمه ورقمها 3 ستات. أما حمو بيكا عربيته كانت مرسيدس زي عمر كمال ولونها أبيض ولوحة العربية باسمه ورقمها 3 تلاتات. كلنا عارفين إن مش سهل يتعامل لوحات العربيات بالتميز ده، ولو اتعملت بتكون بمبالغ خرافية، أكيد مناسبة لسعر العربيات طبعا. وبالمناسبة الأغنية دي اتكلم عنها حمو بيكا قبل كده لما قال إحنا لو اتجمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى في حد على الساحة، لو ما كانتش هتزلزل العالم بحق. أنا بقول لهم إحنا لو اتجمعنا في أغنية مصر مش هتسمع غيرنا، إحنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي ده دراعي، وبقوا زي السمنة على عسل التلاتة ونسيوا أي خلافات كانت بينهم. فيديو العربيات ده خلى الجمهور يسأل عن الثروة اللي بملايين عندهم، وما بقاش محمد رمضان بس اللي على الساحة، دول هيعدوه كمان. عمر اتكلم قبل كده عن أسطول عربياته الفخمة اللي بينافس بيها محمد رمضان في شكلها وأسعارها كمان، وقال عندي 4 عربيات بفلوس كتير جدا، منهم واحدة ب8 مليون جنيه. حمو بيكا بكل تلقائية في مرة قال له يا عم ده انت معاك أكتر من 30 مليون جنيه، يا ريتك بتتمتع بيهم، هتسيب الفلوس دي لمين؟ وفي لقاء من لقاءاته المذيعة سألت عمر كمال إذا كان مليونير ولا لأ، رد عمر كمال وقتها كان غير متوقع، وقال لها هو المليونير عندكم بيبدأ من كام؟ قالت له بيبدأ من مليون، فرد عليها وقال لها يبقى أنا مليونير. أغنى مطربي المهرجانات يقال إن عصام صاصة، وبعده حسن شاكوش وعمر كمال وآخرهم بيكا. ثروتهم دي كونوها من الحفلات والكليبات وخاصة اليوتيوب اللي بيقبضوا منه شهريا مش أقل من 300 ألف دولار. انتوا ايه رأيكم في ظهور الثلاثي من جديد بأغنية جديدة وكل واحد بعربية من عربياته اللي بنمر مميزة وبأسمائهم كمان؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.